بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. دلوقتي إن شاء الله هنقول لكم على قائمة النادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي غدا في الدوري إن شاء الله، التي سوف تقام في الساعة 8 مساء بإذن الله. المباراة قد تكون المباراة الأخيرة في الدوري. لو الأهلي كسب وكانت نتيجة بيراميدز وبتروجيت أي نتيجة غير فوز بيراميدز يعتبر مكسب، يبقى الأهلي كسب الدوري. ولذلك المباراة صعبة جدا ومهمة، لابد إن الأهلي يركز فيها واللاعيبة تركز فيها إن شاء الله. القائمة شهدت حراسة المرمى الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف. خط الدفاع ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، علي معلول، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، محمد هاني. خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كريم ندفد، حسين الشحات، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور. خط الهجوم جراديشار ووسام أبو علي. طبعا كان في شكوك حوالين وسام ابو علي، لكن الحمد لله الاشعه اثبتت صح ان هو سليم، وان شاء الله يلعب المباراه بكره باذن الله. التشكيل المتوقع بالنسبه لي الكابتن عماد النحاس هيبتدي بيه ان شاء الله. محمد الشناوي حراسه المرمى. خط الدفاع محمد هاني من ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم، مصطفى العش. احتمال بين مصطفى العش واشرف داري، بس الاقرب مصطفى العش عشان هو اللي ماشي في اليومين اللي فاتوا. احمد نبيل كوكا. في خط الوسط مروان عطيه، عمرو السوليه، امام عاشور. خط الهجوم طاهر محمد طاهر، اشرف بن شرقي. آه، لو كان وسام ابو علي سليم 100%، زي ما هم بيقولوا هيبتدي وسام. زي ما كانش هيبقى بجراديشار، بس في الغالب هيبقى وسام طالما خده في القايمه، هيعتبر سليم ان شاء الله. المباراة بإذن الله عايزة تبتدي هجوم ضاغط من أول المباراة، ما تديش فرصة للبنك الأهلي يخش معاك في الجيم. وأنت لو قدرت بإذن الله تاخد الماتش، وخدت جبت جون في الأول زي ماتش سيراميكا، بس ما تتراجعش لورا، ما تتراجعش، لأن أنت عايز تبتدي تلعب، تعمل شغل صح. ما ت- الماتش اللي فات ربنا أنقذك في آخر ثانية. اول هدف واحد ده ما بيبقاش فيه اطمئنان من اي نوع، ولذلك ان شاء الله باذن الله يجيب الهدف ويغطي الهدف الثاني، وبعد كده ابتدي يلعب على قد الماتش. ان شاء الله باذن الله المباراه باذن الله تنتهي لصالح النادي الاهلي، وباذن الله يكسب ان شاء الله وياخد الدوري. حتى لو ما انت اكسب، فرصتك في ايدك. حتى لو بيراميدز كسب برضه في النهايه انت هتلعب المباراه النهائيه مع فاركو، تقدر تكسب، تبقى تاخد الدوري. اما غير كده فيبقى في مشاكل. ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.